مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكل متابعيني. معاكم مدام منى من مطبخ عالم الطبخ مع ليلي. النهارده هعمل لكم الفشار الدايت، بس هعمله بطريقتين. هعمله بطريقة المية اللي هو الترند المشهور دوت، وهعمله بطريقة بدون زيت وبدون مية، وهنشوف انهي الطريقة الاحسن واللي نفعت معايا. تمام. اول حاجة، وكمان هعمله بفشار بطعم الكراميل وفشار سادة. اول حاجة هيكون معايا ربع كيلو فشار، هقسمه على جزئين. الجزء الاولاني اللي انا هعمله بالمية، معايا حلة سخنتها الاول، وبعدين حطيت شوية مية صغيرين خالص. هسيب المية ديت لحد ما تغلي وتبدأ في الغليان زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى في الوقت دوت ان انا احط الفشار اللي هو الذرة. هبتدي اقلب لحد ما المية تصفى معايا خالص وما يبقاش فيه ولا نقطة مية. بس انا هبدأ يعني هفضل مستمرة في التقليب، مش هسيبه علشان ما يتحرقش معايا زي ما انتوا شايفين بالظبط. انا دلوقتي بسيبه علشان انا عايزة المية تشرب خالص. دلوقتي بعد المية ما شربت هفضل برضه اقلب فيه، ومش هحط الملح دلوقتي خالص. تمام. بس لحد دلوقتي انا شايفة النتيجة. انا دلوقتي بحط الملح، بس لحد الان انا مش شايفة النتيجة حلوة، ولا فشر ولا عمل اي حاجة. تمام. هبتدي برضو ان انا اقلب، بس هحط بقى معاها يعني فانيليا. كيس فانيليا كده، ده بيدي ريحة قوي حلوة قوي للفشار زي اللي انتوا بتشموه بره. برضو بقلب، برضو زي ما انتوا شايفين النتيجة مش حلوة خالص. برضو الفشار معملش خالص. هبتدي ان انا اغطيها عشان اشوف النتيجة. ادي النتيجة بعد ما هو ابتدى يفشر معايا. هو حلو كويس ومقرمش وكله، بس انا شايفة النتيجة مش حلوة. تمام. هبتدي بقى اعمل الطريقة التانية. الطريقة دي بدون اي سوائل، ولا بمية ولا بزيت. هبتدي ان انا اسخن الحلة، وبعد ما تسخن معايا هبتدي احط الذرة. هبتدي اقلب الذرة دوت لحد ما الاقي الذرة معايا لونه غمقي كده. وابتدت الذرة حباية الذرة تدور معايا. انتوا هتلاحظوها ان الحباية ابتدت تدور زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ان هو لونه غمق والحباية اتدورت. هبتدي من قبل، شايفين النتيجة من قبل ما احط الملح ابتدى ان هو يعمل فشار معايا. زي ما ابتديت احط الملح زي ما انتوا، بس انا ما حطيتش ملح كتير لان انا هعمل جزء بالكراميل وجزء ساده. شايفين النتيجه؟ شايفين لونه عامل ازاي؟ ابيض وجميل، زي مش زي خالص اللي بالميه خالص. وعمل كميه معايا كبيره جدا غير اللي بالميه. الميه دوت ما عملش معايا كميه صغيره، عمل مع انهم نفس الكميه، بس ما عملش معايا كميه كويسه. شايفين الشكل، شايفين شكله، وشايفين لونه. ده بعد ما انا جزأتهم في الاطباق. ده جزء انا خدته، يعني هو عمل كمية كبير جدا. ده جزء انا خدته في طبق، ده هخليه السادة. والجزء التاني ده هنعمله بالكراميل. ده كيس كراميل كنت جايباه في العلب اللي بتتباع بتاعت الكريم كراميل. خدته وحطيته بقى على الفشار، وهبتدي ان انا اقلبه. بس لازم الفشار يبقى سخن، ما يبقاش بارد. تمام. هبدأ ان انا اقلبه. لو ما عندكيش كراميل منه، يعني ممكن انت تعملي في البيت، او ممكن تحطي البديل العسل الاسود. العسل الاسود بيبقى طعمه احلى منه، بس انا ما كانش عندي. تمام. هبدأ اقلبه كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى ان انا اغرفه واحطه في الاطباق كلها. ودي النتيجة يا جماعة. ادي اللي هو الفشار بالكراميل، وادي الفشار السادة اللي هو من غير مية ولا زيت، وده الفشار اللي هو بالمية. الصراحة تجربة سيئة جدا ومش حلو خالص. شايفين اللي نفس الكمية عمل طبقين كبار، وده اللي بالمية ما عملش الا الكمية ديت، وكمان ما عملش كله، يعني هو ما طرقعش كله. يا ريت يا جماعة تكون التجربة عجبتكم، ويا ريت تجربوها، بس انصحكم بطريقة المية لا. كان معاكم مدام منى من مطبخ عالم الطبخ مع ليلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.